المغاربة المطالب الاجتماعية قلناها مرارا. المطالب الاجتماعية أو ما يسمى بالخبزية ما غادي تحقق لنا حتى شي حاجة، ولا علاقة لها بالحرية. حنا خصنا نطالبوا بالحرية وإسقاط الملكية. الملكية هي إلا طيحنا الملكية جرينا على ذاك النظام المتعفن غادي نحققوا جميع المطالب. أولها وهي كرامة الإنسان المغربي، لأن الإنسان المغربي مستعبد. الإنسان المغربي محقور داخل الوطن ديالو وما عنده حتى شي وطن وخارجه. لو كان غير تعرفوا كيفاش الصورة ديال المغربي في الخارج ما عنده حتى شي قيمة، هذه خصكم تعرفوها. الناس اللي تيعيشوا هنايا تيعرفوا هاد المسألة هذه، اللي تيعيشوا في أوروبا في أمريكا في كل بلاصة. حنا ما عندنا لاش نجيو لهنايا. لو كانت عندنا الحرية ديالنا في بلادنا، عندنا الخيرات، عندنا كل شيء. إذن بلا ما تبقاو عاد تقلبوا على السبيطار والصحة 70 عام هادي وانتم تطالبوا بهذاك الشيء هذا. طالبوا به ناس قبل منكم الريافة، الاخوان ديالنا في الريف راكم شتوهم عطاوهم 20 عام للحبس الواحد. شباب ديال كيضيع في السجون. وعلى ذكر السجون كنطلب منكم توجهوا نحو السجن ديال الكبير، السجون كلها وبالاخص ديال عكاشة ولا ديال طنجة، وحرروا الاخوان ديالكم من تما. هذه رسالة ديالي لكم. انا كمغربي كنقول لكم هاد الفرصة اللي جاتكم اليوم ما تضيعوهاش. راكم شتوا خرج المغاربة كيخرجوا منذ فجر التاريخ، في الستينات في السبعينات في الثمانينات، الأجيال كلها خرجت وكلها تقتلات وتعذبات. خذوا العبرة. وما حققوا حتى شي حاجة، لأن هاد النظام هذا عامل وما حطوش تما كاينه الأساسيات ديالو باش يخدمكم نتوما، بل حطوه باش يخدم المصالح ديالو. إذن هو راه ما غادي يستجيب حتى لشي طلب من هاد المطالب اللي كطالبوا بها. الخرجه اللي دار مؤخرا داك وزير ما كنعرفوش انا الحكومه والمحكومه اللي كيقول لك غادي يستجيب لكم المطالب، هذيك مراوغه اللي امتصاص الغضب، ما كاين منها حتى شي حاجه اخرى. ومازال كيزيد يكذب كيقول لك هادشي خصو كيطلب وقت كبير باش يعني يبني سبيطار ولا يدير التعليم ولا، بينما باش يبني ملعب ديال الكره الاسياد ديالو يجيو يلعبوا فيه هذاك دارو في عام. راكم شفتوا ملي كيبغيو يخدموا كيخدموا وبنا داكشي بفلوسكم. حنا غادي نبقاو نطالبوا بالمطالب الاجتماعيه الخبزيه وما كنشوفوش خوتنا المغاربه اللي كيريبوا ليهم الديور باي حق. تجريد المغاربه من الممتلكات ديالهم هذا كما قلت لكم سابقا استعمار جديد وناعم. اذا خصنا نركزوا على الحريه والكرامه، والكرامه ما غاديش يعطيها لك هذا النظام هذا، عامل ابا عن جد كل شيء صبح معروف. اذا اليوم الا فلتوا هذه الفرصه هذه وقمعكم ورجعتوا للديور ديالكم غادي يزيد يكثر عليكم القيود ويزيد من الضغط كما دار لينا في 2000. غادي يكون هو اللي انتصر كما دار لينا في 2011. عقلتوا على 2011 كان اللي مازال فيكم ما مزيوتش، دار لكم دستور قال لكم هو هرب لفرنسا وقال لكم غنديروا دستور غنديروا وما داروا حتى شي حاجه. خرجوا لينا دوك الاسلامويين المشعوذين وعلى راسهم بن كيران وجماعته كلهم لعبوا اللعبه ديال تبريد الطرح. على ذكر هذا الخامج ديال بن كيران ما تنساوش تقلبوا عليه فين تيسكن. سيروا عند الخونه، سيروا للقصور. هذه هي الفرصه ديالكم، سيروا للقصور. القصور هي بيت الداء والدواء. دخلوا خذوا داكشي ديالكم. غادي تدخلوا بعدا كاين تشوفوا غادي تصدموا بداك التراف اللي كيعيشوا فيه هاد العملاء الخونه ابا عن جد. وانا اول واحد كنت كنقول لكم سيروا للقصور، وكيخرجوا اشباه المناضلين كيقولوا لكم لا ما تسمعوش هاد الشيء. حنا خصنا نركموا الثوره، نركموا النظريات. راكم عرفتوهم مرارا كنهضر على هادو. ماشي هذا الوقت ماشي هذا الوقت. هما كيبيعوا ويشريوا في الانسانس اشباه المناضلين المرتزقه.
مني كنقول لكم انا سيروا القصور، لان كنعرف ما كاينش شي حل اخر. كبر هاد صغار، شتي كون ما خرجتوش. علاش هما ما خرجوش بيان قبل؟ كيقول لكم غادي نستجبوا وعود فارغه لا اساس لها من الصحه. علاش ما استجبتيش ليها 70 عام؟ هذه مستشفيات والتعليم، هاد المرافق كلها العموميه كانت خصها تكون مبنيه هذه 70 عام، هذه بالثروات اللي كيهربوها. الفوسفات، على ذكر الفوسفات، كتعرفوا عالم مغربي الادريسي، نسيت الاسم ديالو كامل، ولد وجده، هادشي في 75 ولا 72 كنظن، السبعينات، قتلوه في القنطره ديال الرباط سلا. عالم جا خرج هنايا، عندنا علماء قتلوه لانه هضر لينا على الاورانيوم اللي كاين في الفوسفات وكيفاش يمكن لينا نستنتجوا منه الطاقه الذريه. شوفوا كيفاش هذا النظام عامل. كنقول لكم انا، وشكون اللي غادي يكون قتلوه؟ الخبر راه في راسكم، وماشي غير هو. ما تنساوش عبد الله بن شقرون، هذاك اللي رفض، مسكين، داك الساذج اللي رفض يخدم مع الاجانب، اللي اخترع داك المفاعل وعرضوا عليه اموال طائله باش يخدم، قال لهم انا ما نجيش نخدم معاكم، غتضربوا بهذا المفاعل خوتي المسلمين. كيسحب له مسكين اللي حاكمين وراه مسلمين. اذا هذا كان تذكير بان اللي تيحكمونا صهاينه، وديروها في راسكم مزيان، ولا صلح ولا اصلاح مع الملكيه العميله الخائنه. راه اللي تيبغي يقلب يصلح الملكيه بحال اللي تيقلب على عذراء عاهره بهذه الكلمه. اذا على ذكر الاصلاح، ما تنساوش واحد المساله، راه ما كاين اصلاح مع ذاك الملكيه. اما فيما يخص القوات القمع القواده اللي كيخدموا مع هذا النظام، انتم ما تتخدموش من الامن الوطني، انتم تتخدموا الامن الملكي، وهذا الشيء تتعرفوه. شوفوا غير الوجوه ديالهم كي دايره، لا فرق بينه وبين هذاك اللي تينتفض. واحيانا هذاك اللي تينتفض تيكون اجمل وولد الناس على الاخر، كلهم غير لي كلوشار. ما كنعممش، بيان سور كاينين ولاد الناس. شفت واحد الفيديو إنزكان ولا ما نعرفين، عجبني مزيان كيفاش هجموا عليهم ويجريو عليهم، وجا واحد كينزل عليه من اللور ومع ذلك عطفوا منه المتظاهرين وحبسوه. هذه الإنسانية ديال الشعب. نقول لكم واحد المسألة، راه ما تتنفعش الإنسانية مع واحد اللي السن بالسن. خاص يعرف كل واحد تيتعدى على ولد الشعب العقاب ديالو غادي يكون القصاص. اذا الحرب، المواجهه، المقاومه هو البديل الوحيد لتحقيق الحريه والمطالب. مطالب ما تجيش بسلميه لا حجر لا جنويه، لا. اذا استمروا، بالاخص سيروا الموانئ، لي زيروبور، المطارات، منعوا الخونه باش يهربوا. ما تنساوش راهم كلهم عندهم القصور والديور في الخارج. هذاك اللي تطلبوا منه باش يدخل العميل المفترس، هذاك راه عنده 700 قصر هنا في الخارج، وراه ديما تيتعالجوا، كلهم تيتعالجوا هنايا وعايشين هنايا. العائله والعصابه، داك الموجون، دوك الامراء الاندال اللي عايشين بالثروات ديال الشعب، ما عمرهم تيخدموا، ما عمرهم تيردموا. كل واحد تيصرف مليار في الدقيقه، وانتم تيكذبوا عليكم، تيقول لك تيشد 40 مليون في الشهر. داكشي اللي تيصرفوا ما تقدروش تصوروه. القلش اللي تزاد عاد البارح ما عرف شحال من مليار عنده في الكونت ديالو. في اليونان راهم صوروه الناس تيشعل الكارو بورقه ديال 500 اورو، 500 الف فرانك مغربيه، اللي هي الاسره ديال داك الند اللي تيخدم في الامن الوطني، الامن الملكي. اذا الثوره، اسقاط الملكيه العميله الخائنه هو الحل البديل. تحيا الجمهوريه المغربيه، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. هذه هي الفرصه ديالكم باش تكرموهم، باش ما يمشيش الدم ديالهم سودا. اذا الذل والعار
للخونة الأندال وكل من يدافع على هذا النظام بما فيه أشباه المناضلين المرتزقة. تحياتي، شكرا، المجد لنا، وإلى اللقاء. اللي اتفق مع هذه الأفكار كما العادة يعاوننا بالبارطاج، وما تنساوش التعاليق. راكم كتعرفوا القناة ديالي عليها واحد الحظر خاص، وراه كنشر الدلائل على اليوتيوب، وما بغيتش ندير الاخوان طلبوا مني باش ندير مباشر، ولكن المباشر كيهاجمونا. راهم ناشطين في هذه الفتره هذه، راهم مجندين الجيوش ديالهم. راكم كتشوفوا على الصفحه ديالي الفيسبوك كيفاش كنتعرضوا للسب والكلام النبي في حقنا وفي حق الوالدين ديالنا. اذا تحيه نضاليه، والى اللقاء. شكرا.